والدة شيماء سعيد جدة ضاده ترد على كل منتقدينهم. اي واحد يقول علينا كلمه مش فينا يبقى بني ادم ناقص. طلعت في فيديو وردت على كل اللي انتقدوهم بعد الهجوم اللي اتعرضت ليه الميك اب ارتست شيماء سعيد زوجة المطرب اسماعيل الليثي ووالدة الطفل ضاده. انت دخلتي الاوضه عندي شفتيني برقص ولا شفتيني بزغرط ولا الكلام ده؟ بعد ظهورها في حفل زفاف اختها صابرين بعد مرور 50 يوم بس على وفاة ابنها ضاده اسماعيل الليثي. شفتيني حضرت ودخلت قاعه؟ حياه النبي دخلت قاعه ولا شفتها عامله ازاي؟ خرجت جدة ضاده والدة شيماء سعيد في بث مباشر بتهاجم فيه كل اللي بيتكلموا عليها وبينتقدوهم بسبب فرح صابرين، وقالت اي حد يقول علينا كلمه مش فينا يبقى بني ادم مش كويس، وقالت احنا لو اتكلمنا مفيش داعي للكلام وكل واحد عارف نفسه كويس، وقالت جدة ضاده احنا نشرف العالم كله اللي نعرفه واللي ما نعرفوش. وبعد الهجوم اللي اتعرضت ليه شيماء سعيد بسبب ظهورها في فرح صابرين اختها، اكدت شيماء سعيد في لايف ان هي ما دخلتش القاعه ولا حضرت فرح اختها، وان هي عملت لها الميك اب في اوضه خارج القاعه وخلصت لها الميك اب ومشيت على طول. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو، اشوفكم في فيديو جديد وخبر جديد.